بس والله بتعرف شو، الله يجزيه الخير هالشيخ، والله كتر الله خيره. ما كنت بعرف انه حرام الواحد يختلط بمرت اخوه وبنت خاله وبنت خالته. كنت مفكر الامر عادي جدا، والله هيك كنت مفكر، ما كنت بعرف. شو كني هلا اللي عرفت؟ كنا ما بتحضر مجالس علم. يعني بس انا بعرف في شيء اسمه العذر بالجهل، واذا واحد بجهل مسألة الله بيغفر له لانه هو جاهل بهي المسألة. تعرف شو؟ الحمد لله اني جاهل بالدين وما بعرف شيء بالدين. بركي الله بيغفر لي كل هالذنوب والمعاصي اللي عندي بعذر الجهل. العذر بالجهل بيكون لشخص بيحضر مجالس العلماء على طول وما بيفوت ولا بيضيع مجالس العلم ابدا، وبعد اذا فاتته مسألة او جهل مسألة معينة هون الله ممكن يغفر له. مو يلي عايش ببلاد المسلمين يلي مليانة علماء وفقهاء وهو ما بيحضر مجالس العلم أبدا، أو بالأحرى بيهرب منها هريبة، فهذا الله ما بيعذره أبدا. فمن قصر في تعلم الواجب فقد نص بعض العلماء على أن جهله لا يكون عذرا، بل يؤاخذ بهذا الجهل لتقصيره بطلب العلم، لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. ألم تسمع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إن الله تعالى يبغض كل عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة، وبقوله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصلي 60 سنة ولا تقبل له صلاة. ليش لا تقبل له صلاة؟ لأنه يجهل كيفية أدائها، فلعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ولعله يتم السجود ولا يتم الركوع، فواجب عليه أن يتعلم كيف يؤديها بطريقتها الصحيحة. ولعله أيضا لا يحسن قراءة الفاتحة وهو قادر على أن يتعلم كيف يقرأها، فهذا أيضا لا عذر له. ولعله من الذين يصلون 60 سنة ولا تقبل لهم صلاة لأنه لم يتعلم كيف يصلي وكيف يقرأ الفاتحة وهو قادر على ذلك.